الهلال تعاقد مع زلاتكو قبل فترة زمنية، أصبح في بديل في النادي، مدرب جاهز بديل. صحيح. إدارة الهلال نجحت وهي تتعامل مع أخطاء كومباريه وتصحح الأوضاع عاجلا، فإدارة الهلال هي رسمت لهذا النجاح وحقيقة تستحق الإشادة وتستحق الثناء. قبل نروح لزلاتكو نشوف مين اللي تعاقد مع زلاتكو. أوجد زلاتكو في نادي الهلال من نادي الفيصلي، يدرب الفريق الأولمبي، بحيث أنه عشان أنجح أواصل نجاحاتي يكون عندي بدائل متاحة. أنا إذا ما عندي بدائل متاحة فبالتالي نجاحي محدود. إدارة الهلال عملت بجد واستحقت أنها تحصد البطولة وتحصد الذهب، وأنها تحقق رقم قياسي بسنوات متتالية، 6 بطولات متتالية. هذه كلها ما تجي من فراغ، هذه كلها تجي نتيجة. هذه شوف أخوي عبد الله، الحقيقة أنا أتفق معك في عملية تصحيح الأخطاء وسرعتها، لكن احنا يمكن كثيرا طبعا. بس اسمح لي عبد الكريم، احنا الآن نتابع هذه لحظات الوصول ونزول الفريق وطاقم الفريق الأزرق، سنتابع، وإذا كان راشد القعود جاهز معنا في لحظة يا شباب سننتقل له. تفضل. أنا أقول يعني احنا تحدثنا كثيرا، في كثير من تحدثوا أن غياب النصر عن البطولات وعن الواجهة انه ذو أثر سلبي على الكرة السعودية. يعني مش على نادي النصر فقط، حتى على الكرة السعودية، لأن لما يختفي أو ينهار ركن من أركان الكرة السعودية لابد أن حتى المنتخب السعودي يتأثر فيه. عودة النصر لا شك احنا في النهاية هي المستفيد النصر، والمستفيد أيضا الكرة السعودية والجماهير السعودية. عودة النصر أنا من وجهة نظري وخسارة الهلال. اسمح لي بروح مباشرة لراشد القعود. تفضل راشد. نبارك لك هذا الانتصار الكبير اليوم، اجواء احتفاليه، الجمهور ينتظركم في المعسكر، ايضا الجمهور اللي حضر لكم هناك في الملعب، كيف شاهد هذا اللقاء؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك، الحمد لله على البطوله، وبصراحه ما قصر الجمهور اليوم، ملى الملعب والحمد لله ما خيبناهم، والحمد لله هذه البطوله 54، والحمد لله ان شاء الله عقبال 55 و56 الى ما لا نهايه ان شاء الله. اليوم كان الحضور الجماهيري كبير من قبل الطرفين. الفريق الهلالي كانت مباراة صعبة عليه، كما كانت مباراة صعبة على فريق النصراوي، امتدت إلى الأشواط الإضافية، امتدت إلى أيضا ركلات الترجيح. كيف كانت أعصابك كنت تشاهد المباراة؟ أول شيء كان بصراحة يعني اللي حل المباراة هي حلوة، اللي حلاها الجمهور الفريقين الصراحة. طبعا مباراة نهائية وخروج مغلوب، لازم فريق اللي يحصل على البطولة. الحمد لله كانت من نصيبنا، جاءت مراحل صعبة من المباراة، سجلنا وعادل وركلات ترجيح ضيعنا، لكن الحمد لله في النهاية كانت من نصيب الهلال. كيف شاهدت الحضور الجماهيري والاحتفال الكبير هنا في مقر نادي الهلال؟ والله نشكر الجمهور الصراحة، هذه ما هي غريبة عليهم، دائما يقفون مع الهلال سواء في نادي أو خارج نادي، في أرضه وخارج أرضه. بصراحة هذا أقل شيء نهدي لهم هذه البطولة. شكرا لك كابتن، يعطيك ألف عافية. متواصلين في تغطيتنا الميدانية من هنا من مقر نادي الهلال، نحاول أيضا أخذ بعض اللاعبين قبل الدخول، إن لم نستطع سنتواجد بإذن الله داخل المعسكر بعد قليل إن سمحت لنا الظروف. متواصلين بإذن الله. أعود مباشرة إلى زميلي رجال الله السلمي. رجال الله تفضل. شكرا راشد، شكرا، ونتمنى أيضا لقاءات حديث مع الجمهور، رصد لآرائهم